والخبر اللي كلنا كنا مستنيينه بس مش عارفين هيجي امتى هو صلح حمودي لمحمد واعتذاره لمحمد في الوقت اللي كان لسه معمول لهم ببلوكات. هو الترند خلص ولا ايه؟ هو كمان ترند اصلا وحوارات ومقالب. كانت المقالب دي فينا احنا. حمدي شاف انه محبوب، ولما بدأ الحرب دي شاف قد ايه محمد بدأت الناس تحبه، بدأ حسابه يزيد، نستا واليوتيوب يزيد بسرعة غريبة جدا. في الوقت ده كان حمدي حسابه هو اللي بيقل، وكل حاجة بتقل، والانستا بيقل. الانستا حسابه بدل ما كان واصل ل1,400,000 بدأ يقل ووصل ل1,100,000. طبعا ده يأثر جدا في شغل الحمدي، لان انا لما بتفق الانستا ده اكتر، انستجرام كل شغله هو اعلانات، وبحاسب على الاعلان بعدد انا عندي فولور قد ايه، فلما الفولور بتوعي يقل كده بيبقى عنده مشكله في شغله. فكده حمدي في الوقت اللي كان بيحاول على قد ما يقدر يأذي محمد في شغله، كان هو اللي بيتأذي من غير ما يحس. كل ما يضربه ضربه كانت تيجي فيه، كل ما يأذيه في حاجه كانت تيجي فيه. كمان لاحظ ان كل الفيديوهات الفتره الاخيره ما بتطلعش ترند. كان معروف ان حمودي مجرد ان بينزل فيديو كان لازم يطلع ترند، لازم كل فتره اي فيديو ينزله لازم يطلع ترند. طبعا كان بقاله كتير بيشوقنا باسبوع بنته، ومستنيين كلنا يا ترى هيعمل ايه، ويقول لنا تركيا كلها هتبقى في الاسبوع، وكنا كلنا مستنيين ان الاسبوع ده هيبقى ضرب نار. ما لقيناش ان في حاجه، ما وصلش ان هو ترند، واخد ديسلايك كتير جدا جدا. الناس كلها كانت متضايقه جدا من حمدي. بعد ما خلص الاسبوع بعت رساله كمان ستوري جديده، وراح قال انا مش الاسبوع مش هينسيني بقى الخطط اللي انا بعملها، ميعادنا لسه يوم 16/5، مصمم على الميعاد. فبقول لكم الموضوع ده لا كان حقيقي في مشكله كانت جامده، بس حمودي كان شايف وواثق من نفسه جدا ان هو محبوب جدا، واي حاجه هيقولها كانت هتكون مصدقه. لا العكس، لان ده مهما تدبير العبد بيحاول يعمل ايه ربنا اعلى من كل ده. واي حاجه كانت ممكن تتضرب في محمد كانت بتلف وترجع تاني في يوم هما. بقى هو اللي بيتشتم، الناس بقت تقل حساباتها. واتكلم في الحتة دي، نزل ستوري وقال الناس بتقول يلغوا حساباتهم يلغوا حساباتهم، وانا الحمد لله كنت بزيد. عارف ان الناس كلها كانت بتلغي حساباتها، وفعلا حساباته نقصت، بس هو كان لازم يقول كده عشان يبين ان انا ما عنديش مشكله في شغلي. لو الموضوع كان ترند كان ما هيشاركوا الحاج رزق كمان في الترند ده. هما ما بيحبوش يشاركوا حد في حاجه. ده لما بس شويه طلع ابنه وجاب سيرتهم، ان عايز يعني يطلع بقى ويجيب سيرتهم عشان ينتشر بسرعه، قطعوا كل ده وعملوا معاه مشاكل. فهم هيطلعوا الحاج رزق يطلع يشتكي ويقول سيبوا بنتي في حالها ومالكمش دعوه انتوا اخوات ببعض، والكلام اللي قاله الحاج رزق. هيطلع يشتموا كل الاهانات دي، يقول له عواطلي والاجرب وكل الشتايم دي، وده ترند يهين بابا الاء يعني، يهين محمد نفسه ويطلعه غبي ويطلعه حرامي، يطلع مامته كمان وتتشتم وتتبهدل كل اللي انتوا شايفينه ده، والحاج نفسه يطلع الفيديو اللي هو. طب بلاش كل ده، كان حسونا كان عامل حسابه ان كمان سنتين هيعملوا ترند كبير زي ده، فيحتفظ بفيديو في الفيلا عنده بضرب محمد لآلاء. يعني هو ضرب محمد لآلاء من سنتين عنده فيلته، يفضل محتفظ بيه عنده لنية ان ناويين كمان سنتين يعملوا ترند زي ده وينشروا بعد كده. طب ينشر الفيديو لو هو ترند فعلا ما بينهم، ينشروا فيديو يهين آلاء وشعرها تبان واتبهدلت واتسحرت في الارض، ويطلع محمد بصورة وحشة جدا. يعني اكيد مفيش انسان يحب يظهر للناس متابعينه ان هو قاسي قلب كده، وان هو همجي كده لما ضربها وبهدلها. بنته اللي كان الموضوع كله مختفي وما كانش في حد يعرف عنها حاجه، ورافض يقول ان هو اصلا عنده بنت. ولو دالين اول مره يحضنها قال ده اول احساس احسه، وحسسنا دايما ان دي اول بنت عنده، ان هو ما عندوش اصلا بنات تانية. يبوظوا الموضوع ده ويقولوا السر ليه. ففي حاجات كتير قوي تبين وتأكد ان ده عمره ما يكون ترند. هو كان في مشكلة حقيقية ما بينهم، ولما حمدي لقى ان الدنيا بتبوظ من عنده بدأ ياخد خطوة تانية. ده غير ام محمود لما طلعت وقالت على ان هي آلاء بتسحر وشتمت في اهلها، وفي محمد اللي كانت متضايقة جدا ان جايب عباية ليها وعباية لحماته، وقالت عباية حماته احلى من عبايتي، كانت متضايقة جدا. وانه جاب لابتوب لاخو الاء، كانت يعني هتتجن قوي ان تتكلم على الاء وتقول انها بتسحر، وتقول ان هي اصلا ما عندهاش بتمثل، وتدعي عليها بالعصب العاشر. كل ده محاولات الترند. هم اصلا ما كانوش محتاجين الترند، لان حمدي كان كل مرة يعني تقريبا من كل فيديو بينزله كان لازم يوصل للترند. كل فيديو كان بينزله على القناة الكبيرة بتاعته،
وزياد المطرود من البيت ده ترند؟ لا، اكيد كان في مشاكل كبيرة جدا، فهو الموضوع مش ترند. في حاجة كانت ما بينهم، وحمدي بيحاول يصلح الموضوع لما لقى ان كله هيكسب اللي هو لقى ان الدنيا كلها محمد سهمه طالع والناس حباه جدا جدا زي ما انتوا شايفين، وعمال يعلى في الانستجرام وعمال يعلى على اليوتيوب، واي حساب ليه عمال يعلى. حتى الجبس مصر اللي كان المفروض اختفى بقاله كتير جدا، اسمه بقاش يظهر، بقى يظهر على اساس سيرة المشكلة اللي حصلت ما بينهم، بقى يطلع. لسه مؤخرا اخت الحاج جابر طلعت صباح وبدأت تتكلم، وشكلها كانت ناوية تتكلم في حاجات لانها اختفت فترة بعد وفاة زوجها، وبعد كده رجعت تاني، فحاجات كتير كانت ناوية تطلع. فهو حب يقطع كل ده ويكسب هو اللقطة، ان انا جاية بعتذر وان انا عرفت غلطي ورايح دلوقتي في الطريق، واستروهات نازله 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 كل شويه، ان خطوه خطوه يعني هو بينزل وهو بيروح لحد ما وصل الطياره، ومستنيين اللقاء ما بينهم هما الاتنين. نفس الكلام محمد بينزل استوريهات ان هو خلاص جاهز دلوقتي ورايح على المطار، ان هو قرب يوصل للمطار. فعلى قد ما اخد محمد وآلاء مهانة كبيرة جدا، على قد ما هم اكتر اتنين كسبوا في الموضوع ده حب الناس، كسبوا رضا ربنا، كسبوا حاجات كتير قوي حلوة، فربنا يهون عليهم ودايما يوقفهم ضد اي مشاكل مع بعض. حسن ونهال ما بقوش عارفين ينزلوا حاجة، كل ما ينزلوا ستوري او ينزلوا اي حاجة كومنتات مش سايباهم، الناس مش سايباهم، متضايقين منهم جدا، بقوا يقفلوا كتير قوي عن صورهم الكومنتات. طيب قلنا ان حمدي بيعمل كده علشان مصلحته، طب محمد يوافق ليه؟ اولا يبان قوي من طبع الاتنين ان حمدي من النوع اللي بيعرف يهاجم ويحب يهاجم، وراسه ناشفة كده وقوي وبيقود العيلة وبيقود كل حاجة. اما حمدي واضح ان هو من الغلبان والمتسامح واللي بيحب اسرته جدا، وكان مصدوم من اللي بيحصل فيه، ففرح بالموضوع ده. تاني حاجة، حمدي كذا مرة يهدد محمد بان هو هيدخله سجن او ليه حاجات، الظابط ماهر اللي كل شوية يهدده بيه، وحاجات كتير ممكن يكون لسه عارفها عليه يفضحوا بيها واحدة واحدة. زي ما انتوا شايفين ان كل فترة بينزلنا فويس، بينزل لنا صورة، بينزل لنا فيديو، يعني كل شوية ينزل لمحمد. فيمكن محمد برضو خايف ان هو بدل ما يفضل عدو لي، لا خليني ابقى معاك ونبقى حبايب احسن عشان ما تنزليش حاجة تاني. فاحنا مش عارفين ايه الموضوع. احنا طبعا مع الصلح، لان اكتر عيلة انا زعلت عليها لما حصل ما بينهم، لان كانت العيلة محبوبة جدا كده، لكن اللي في القلب في القلب يا جماعة، الموضوع ده بقى صعب جدا اللي حصل ما بينهم، والتقطيع الجامد اللي حصل ما بينهم ده. ربنا يقدرهم ان ازاي ينسوا وازاي يعرفوا يرجعوا زي الاول. بس تفتكروا ان فعلا هيبقى في صلح ولا هو مقلب؟ لان قبل الاستوريهات خالص بتاعه سفر حمدي نزل ستوري ان هو ناوي يعمل مقلب، ويا ترى المقلب هيبقى في مين، ونزل ستوري هو واقف قدام مستشفى الامراض العقلية. فالكلام ده لمين ومقلب لمين؟ يا ترى المقلب هيبقى في محمد ولا في مين؟ حتة ان بيقول ان محدش يعرف اي خطوة من خطوات هو طريقه رايح الامارات ويصالح محمد، دي اكيد استحالة، والبيت كله عارف. هو ما بيعرفش يعمل خطوة اصلا غير لما شريكة حياته تعرف كل حاجة وعارفة كل خطوة، وكل مفيش مقلب مفيش حاجة بمناوي يعملها هي ما تعرفهاش، فكل حاجة متفق عليها. وبرضو ده ما يشغلناش، يعني دينا احنا في انتظار المقابلة، وهنشوف المقابلة ايه اللي هيحصل فيها، وخليكم معايا. لكن مع الاعتذار اللي انت اعتذرته لمحمد، المفروض تعتذر اول حاجة لبلدك، لان انت شتمته وشتمت بلدك وقلت له انا انضف منك ومن بلدك. الحاجة التانية المفروض تعتذر للحاج ابو آلاء، انت هنته وقلت له اجرب وقلت له عواطلي وبهدلته جامد جدا، فكان لازم ان ده كمان تعتذر. الناس الكبيرة دي محتاجة الاعتذار. وعايزه اقول لكم في كل بقى ده، محمود منزل ستوري واضح ان هي رساله لمحمد، زي ما قبل كده كان منزل ستوري ولما سافر وبعد قال له سافر وابعد وملكش دعوه بحد وما تردش على حد، كانت ستوري بعتها له مخصوص ليه. دلوقتي بعت ستوري واضح ان هي كمان ليه، كلمه بتتعاد كذا مره، بسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك من نفسك، بسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك من نفسك، اكتر من 4 مرات اتقالت في الستوري ورا بعض. فتقريبا دي رسالة لمحمد، خلي بالك من نفسك لا يغدر بيك. انتوا شايفين ايه؟ شايفين انه ترند، ولا شايفين انه فعلا حقيقة مشكلة؟ شايفين انه رايح يصالحه، ولا شايفين انه ناوي يعمل فيه مقلب؟ ورأيكم ايه، مع ولا ضد الصلح ده؟ وكده الفيديو اللي معانا خلص، تابعوا معانا الجديد.